السلام عليكم اخوان. والله يرحم امنا وابونا ويرحم موتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين والشكر لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم، رضي الله عن صحابته اجمعين. رحمك الله يا امي، رحم ابويا واخويا ورحمكم. طبعا سبحان الله، يعني مرض البهاق هو ما منتشر انتشار فظيع، يعني يعتبر من الامراض اللي ما منتشره كثير، لكن في الاونه الاخيره اصبح ينتشر. فسبحان الله هذا المرض ما منتشر كثير، والله الذي نفسي بيدي. أنا ما صار لي كثير في هاي المنطقة، ودائما يجلسون بصفي بالقرب مني واحد مصاب بالبهاق. فكنت في البداية بكلمهم، وبعدين مليت، قلت هذا ممكن عبالة أنا أدمن مثلا مبلغ أو أريد. والله أنا في داخلي يعني العلاج بطيئة مجانا، الحمد لله، الله مكني وهذا فضل الله علي، ولله الحمد والشكر. بعدين والعلاج رخيص. الآن شوف الطفل ضرب في راسي. سبحان الله. القصة كالآتي: أنا رايح على مسجد، متجهش مسجد، وغيرت الحافة على مسجد ثاني، ماشي. أنا قلت بدل ما أروح على المسجد خل أروح على هذا المسجد الأولاني. وقفت بصلي، وإذا واحد بيجي بيصلي، وطفل صغير عمره يمكن 10 سنوات إلى 13 سنة. خلينا نعبر الدوار، في كاميرات هنا. تعليم السياقة جديد وين تعليم السياقة جديد. المهم، فالطفل هذا الصغير ضرب في قلبي، يعني أنا بدي والله العظيم أنطي العلاج كله مجاني لوجه الله تعالى. وسبحان الله يشبه حالة لطفل عراقي تشاف. وطبعا الطفل العراقي ما رضت أمه بنشر صوره. فالخلاصة سبحان الله، ربك كريم اللي دائما يرسل العلاج. فأنا أصبحت أنه يعني ربك عظيم، أنه ممكن الله سبحانه وتعالى دلاني على علاج بنتي، بس ما انتبهت أنا، فهمني؟ فلازم أركز على موضوع يعني الناس اللي تخبرني عليه. فالرسائل ترى مهمة، الله سبحانه وتعالى دائما يرسلها، فعلينا نتبع الرسائل اللي الله سبحانه وتعالى يرسلها لنا. فنسأل الله الشفاء لنا جميعا وبالتوفيق، الله يرحم موتانا وموتى المسلمين. لا تنسوا مصالح الدعاء يا أخوان. والله البهاق سهل، بس سبحان الله هذول الأطباء بيصعبوا عليكم ويضحكون عليكم بالكريمات والليزر والبطيخ. ومعلومة، يعني أنا واحدة من قريباتي مصابة بالبهاق، ماشي. فوالدتي رحمها الله أخبرتني وصتني عليها، وتوفت والدتي ب 2017 والشغلة معروفة. فأنا بعد ما 2017 رحت لمصر ب 2020 بعالج بنتي. فلما بعالجها جبت لها العلاج لهاي المرأة القريبة، البنت القريبة علي اللي هي من أقربائي، ولا سألتني عن العلاج ولا قالت ولا أمه ولا بطشت. فجبت لها العلاج والله، وممكن تحصل رقمي بكل سهولة. ومن ثم قبل فترة أيضا إحدى قريباتي قالت لي يابا أنا فرحت إنه تواصلت معي. قلت لي والحمد لله راح يوصلون الرحم. وتفاجأت إنه أيضا مصابة بها. طبعا طلبت منها تحاليل، ولا حتى قلت لي تمام يا أخي جزاك الله خير سوف أرسل لك التحاليل. راح يوم هذا يوم. فبعض الناس ما بيصدقوا، يعني ما أعرف إيش قصتهم. ومعلومة، هاي أحد القريبات اللي بالأخير رايح يبون الليزر، هم ضحك عليه. يعني ما عرفت أنت هذا قرايبك متشافي ومسوي قناة وأمه ولا إله إلا الله، ما تجين تسأليه تروح نبو الليزر. فهكذا بعض الناس. دعاكم يا أخوي، صلح الله حالنا جميعا.